So I came to population, but we have to meet everybody. تصريح مثير من الحكم الكونغولي الذي قاد مباراة المغرب والسنغال في أول ظهور له بعد هزيمة المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت تتفق بأن المنتخب المغربي أقصي ظلما، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد نهاية مباراة المغرب ضد السنغال في نهائي كأس إفريقيا، وبفوز وتتويج المنتخب السنغالي وإقصاء المنتخب المغربي، شهدت المباراة أحداثا مثيرة بسبب قرار انسحاب منتخب السنغال من الملعب، والتي استكملت فيما بعد، وتمكن المنتخب السنغالي من حسم اللقب. فقد خرج حكم المباراة الكونغولي بتصريح غير متوقع خلال الندوة الصحفية، وقال: أشعر بحزن كبير، أعترف أنني في لحظة حاسمة لم أكن بالحزم المطلوب. القرار الأهم والأكثر تأثيراً كان لقطة انسحاب المنتخب السنغالي بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح المغرب. في تلك اللحظة كان يجب أن أتعامل مع الموقف بحزم كامل. الوقت القانوني للمباراة كان قد انتهى، والمنتخب السنغالي تأخر بشكل واضح ومتعمد في العودة إلى اللعب. وأعترف أنني تلقيت اتصالات عديدة وعرضت علي عروض كثيرة، وتعرضت لضغوط كبيرة من جهات عدة داخل وخارج الجزائر، كما عرضت علي مبالغ مغرية من أجل التحيز اتجاه المنتخب السنغالي وجعله يتوج بهذا اللقب. لم أكن أتخيل أبدا أن للمنتخب المغربي كل هؤلاء الأعداء، لكن ما دام أن لديه كل هؤلاء الأعداء فهذا يعني أنه على حق. وأشهد أنني لم أقم سوى بأداء عملي على أحسن حال، ولم أتحيز لأي منتخب، وأطلب السماح من كل المغاربة إذا صدر مني أي خطأ غير مقصود. وفي النهاية ننتظر رأيكم في التعليقات حول تصريحات الحكم الكونغولي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.